السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم الشاعر أبو ربيش الجدوحي الدهمي. الحقيقة أنا محب المجاراة الذي فيها سب وشتم وتنقيص في شأن الغير، ولكن في ليلة البارح الشاعر صقر العوازم المصري أرسل لي قصيدته التي بعد ما سمعتها أطلقت عليه لقب غراب العوازم، والقصيدة حقه جواب على قصيدة الشاعر اليمني أحمد المقشي الوايلي. وغراب العوازم لم يختصر جوابه على الوايلي، وإنما تطاول وسب اليمن، مع العلم أن الشاعر الوايلي قبل 7 سنوات خلال سفره إلى مصر كتب قصيدة تشرح الوضع الذي شافه في مصر، وعلى ما أعتقد فيه الشاعر من ربعه رد عليه. المهم أن القصيدة تم نشرها قبل 7 سنوات، وفي ذاك الوقت ما سمعنا أي جواب من شعراء مصر العزيزة، ولكن في هذا الأيام وبالذات مع قيادتنا وشعبنا اليمني تصدروا الموقف العربي والإسلامي بالمواقف المشرفة في جانب فلسطين الذي كسب شعبنا بها رضا الله وحب الشعوب العربية. لذلك غراب العوازم عندما سب اليمن يريد من شعراء اليمن أن يسبوا مصر، ومن خلال إثارة هذه البلبلة يحاول أن يغير الوقار الذي يراه في نظرة أحرار مصر تجاه الشعب اليمني وقيادته. وأنا ألتمس العذر من أحرار مصر إذا بدر مني ما يغضبهم في جوابي على الشاعر الصعلوك غراب العوازم. المهم أنا قلت في جوابي عليه: مرحبا ما درح زين البنادق وصاب، من يدلي على مرماه مخطابها، يفقد ابن العوازم ما كله الشراب، ساعة تخطى وكل ما تهج جرابها. يا غراب العوازم يا جناح الذباب، يا غريب العروبة ذي تغنى بها، شعب نصل العرب وسألوا تلقى الجواب، والتواريخ في نصاق كتابها. يوم تنغق على نفسك تجر الخراب، والكواسر عليك تكشف انيابها، ويوم سبيت قومي عاليين الجناب حاميين اليمن جعلك فدى ترابها، خبت والقاف في معناك والحرف خاب، والمسبح تعدى حجم اسبابها. في لقاه اليمن في يوم نسف الرقاب، شوف كتايب جيوشك جرت اذنابها، وانها اليوم مثلك في فلسطين عاب، ومثل ما النار تاكل كف شبابها. غزه العز باتت بين مخلب وناب، والطواغيت جاروا وانت واذنابها، واليمن لب غزه ما تخلى وهاب، يوم خابت وعابت مصر واصحابها. وانت لا شك وامثالك شيوخ وشباب مصر بامثالكم رب السما صابها، نسل فرعون وقرايات سوى العذاب عند جدودك وموسى كيف سوابها. وخاتم الأنبياء في بعثته بالكتاب، حجة الدين الإسلامي كما صابها، داعي السلم لأجدادك ولا شخص جاب، لا سوى السيف لعند النبي جابها. وفي نصر الدين طب البيت مجري سحاب، جاته الأوس والخزرج على ركابها. في الفتوحات لأجدادي دعام استجاب، من لسان النبي قد حاز تلقابها. وانظروا اليوم حال المنطقة والخطاب، وأقع أصل العرب ملموس وأعرابها. نخوة أهل اليمن بالعز عين الصواب، قبلة الله لولا خاب طلابها. يقول نخوة أهل اليمن بالعز عين الصواب، قبلة الله لولا خاب طلابها. معركة من لظاها إبليس صلى وتاب، مع نفوذ الردى والشرك واربابها، والنصر هو من الله دون شك ارتياب، في وعوده الجنده جل ووفابها. والشهادة كرامة في نعيم الثواب، واليمن لجل عين القدس حيابها. وانت كان اكتب الجنة وحسن المآب، كلمة الحق لقيلت لك ارضابها. قمت رضى على الانصار ذي في الصعاب، قوم غلبة مع الله وسط محرابها، واترك المكر واحسب لليماني حساب. فوضت البلبلة واشبك تغنى بها، لا تسب اليمن من شان بدء الجواب، بين شعار شافت ما تحاكى بها. والحقائق جلية واضحة يا غراب، سلم عاداتكم شوف غيرنا عابها، والقصايد قديمة وانت تطرد سراب، يوم تجهر رموز القوم وانسابها. والمسبح لنا منك وذا الانقلاب، ساير احرار لما تعرف اسبابها. والمسبح لنا منك وذا الانقلاب، ساير احرار لما تعرف اسبابها. يا ترى غل ولا كيد ولا اضطراب، من جحيم البحر الاحمر ولحابها، والسبب واضح جهنم وسوء العذاب، يوم شعبي فتح للامر كهبابها. اتضح فيك من صهيون عرق انتساب، والعروبة صحيح امثالك اغراب. هذا جوابي وجزل القاف بالحرف طاب، في معاني توضح وعيك.